بالفعل ونحن سعداء بذلك. أجرى الحوار هيثم عرابي. هيثم معانا من الولايات المتحدة الأمريكية. هيثم، سلام عليكم يا هيثم. وعليكم السلام، اهلا بك استاذ محمد. تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين وفريق العمل. زميلي العزيز هيثم عرابي، بحييك على مجهودك الاسبوع اللي فات، حوار مع مانشيني، هذا الاسبوع حوار مع المدير الاداري لفريق هال سيتي. الاجواء في هال سيتي بعد انضمام فتحي وجده، تصريحات ستيف بروس بيقول لك انا مش متاكد من انهما سينجحا بنسبه 100%، ولكن عليهم ان هم يجتهدوا اكتر. دي تصريحات ستيف بروس بخصوص فتحي وجده. طبعا التصريحات فيها نوع من التشجيع لاحمد والجد عشان يقدموا كره كويسه ويعرفوا ان هي الفرصه مش سهله، ولكن خليني اقول لك من خلال الحوار اللي عملته الصوره بالنسبه لهم هم مقتنعين جدا بامكانياتهم. يعني حسيت وهو بيتكلم ان هو فرحان للتعاقد معاهم وان هم عندهم قناعه ان هم هينجحوا. ده غير ان هي نقطه في الحوار مهمه جدا واتمنى يعني يسمعها اللعيبه المصريين كلهم. من ضمن اسباب ان هم اختيارهم لجد فتحي ما يفتح محمدي معاهم، محمدي جد بره الملعب منتظم، وقبل ما يختاروا جد وفتحي راحوا للمحمدي وسالوه واثنى عليهم وطلب منهم وقال لهم ان هم لعيبه كويسين جدا ومن احسن من 2 لعيبه في مصر. طيب بالنسبه لي الكلام الدبلوماسي في طبعا عارف الصحافه لازم التشجيع عشان هو عارف ان اللعيبه بتقرا وبيوصل الكلام، ولكن انا يعني مقتنع ان هم ياخدوا فرصتهم كامله يعني. تمام. طيب بالنسبه للفتره اللي جايه، هل في عدم مشاركه فتحي كان يعني قرار فني بحت من ستيف بروس، ولا هو كان في ايه بسبب اشراك جده وعدم اشراك فتحي؟ هقول لك، انا سالت على السؤال ده، قال لي ان احمد فتحي وجده لعبوا يوم الاربعاء، سافروا يوم الخميس ورجعوا سافروا تاني مع الفريق لان الفريق كان مسافر، فالماتش ده يعني ما حدش يعني يركز عليه قوي، لكن التركيز هيبدا من اللي جاي، فده كان استثناء مش اكتر من كده. لكن اعتقد فتحي هيكون موجود في المباراه القادمه ان شاء الله. ان شاء الله. على فكره هم عندهم 5 ماتشات في خلال اسبوعين، فهيبقى فتره صعبه جدا يعني. جميل جميل. ايضا هيثم، في موضوع كنت عايز اكلمك عليه بخصوص لاعب كرة سلة مصري عمر طارق محمد سعيد عرابي. هذا اللاعب ما حدش يعرف عنه حاجة. هذا لاعب اقترب انه هو يلعب في الNBA، بيلعب حاليا في الدوري الجامعات الامريكي في نادي USC، وهو مستوى قريب جدا من الNBA. انا عايزك تضعني في هذه الصورة وهذا اللاعب واديني تفاصيل عنه اكثر، لان احنا تابعنا هذا الموضوع عن طريقك، فانا احب ان انت تضعنا في التفاصيل عن هذا اللاعب. لعل وعسى يعني المسؤولين بتوعنا في مصر في كرة السلة يعرفوا ان في لعيب يعني داخل على الNBA هو. تمام. خليني اقول لك الاول ان بالمناسبه عمه يبقى الاستاذ هشام سعيد عضو مجلس اداره النادي الاهلي. عمه عمه المهندس هشام سعيد يبقى عمه؟ مظبوط، ايوه. وعلى فكره هو عمر هيكون معاك بعد ما انا اخلص، وهتكون مفاجاه للجمهور ان هو اول مره يكون على قناه النادي الاهلي، وهيدي لك الفرصه اللي انت عايزه، بس اسمح لي ان انا ادي لك نبذه عنه اعرف الجمهور دي. طب اسالك بس سؤال قبل ما تقول لي النبذه، عمر كان لعيب باسكت في النادي الاهلي؟ لا، بقول لك عمه يبقى الاستاذ هشام سعيد. ماشي، لكن عمر ما لعبش باسكت في النادي الاهلي؟ لا، لعب في نادي الجزيره، وعلى فكره كان من ضمن المنتخب تحت 18 سنه اللي كسبوا في اسكندريه اعتقد 2008. طب ادينا بقى تفاصيل، ادينا تفاصيل كده يعني، ادينا نبذه عنه كده يا هيثم بسرعه لو سمحت. طيب، اولا عمر بجد مثال محترم جدا لاي لاعب يحترف بره. عمر في كاس العالم لما لعبت مصر في المجموعه كانت امريكا من ضمن المجموعه، شافوا بعض المدربين، وكان في مدرب لجامعه اسمها رايس يونيفرستي هنا في امريكا في تكساس، مساعد المدرب كان مصري، هو اللي ساعد عمر وحاول يعني يتواصل معاه وخدوا امريكا للفرقه دي. عمر جه هنا بالظبط من 3 سنين. يعني كان حلم ان هو يوصل زي ما بيقولوا كده للNBA، ولكن بدا خطوه خطوه وتقدم بمستوى هايل. اول مستوى لدرجه ان هو السنه الثانيه عمل ريكورد تاريخي في الجامعه مكتوب باسمه ب 58 بلوك، وده تسلل حاجه كبيره. عشان هو طموح جدا ومجتهد جدا. الجامعه بتاعت رايس دي جامعه متوسطه، ما كانتش جامعه عاليه، جت جامعه USC وهي من اكبر جامعات امريكا، خدته السنه دي مع بدايه السنه دي، واجتهد جدا وبدا السنه دي وبداوا يرشحوه. لو انت شفت الصور ما بين عمر
دلوقتي ما بين من 3 سنين وهو جاي. على فكره عمر الله ما شاء الله عليه بسم الله. انا قاعد بتفرج على لقطات ليه اهو. انا عايز اوضح للناس بس هو رقم 34 عشان اللي بيتابعوا معايا اللقطات دي. هو اللاعب رقم 34 في الفريق اللي لابس تيشيرت اسود يعني. اتفضل يا هيثم. تمام. عمر من الناس اللي فعلا اتمنى الناس تشجعها وتتابعها، لان اللي هو عمل ان هو يجي جامعه صغيره، وانا كنت لسه بتكلم عنه شويه وعايز اقول لك ان هو كل اللي في دماغه حاجه واحده بس، تمرين الجامعه تمرين الجامعه. وصل لجامعه اكبر، ودلوقتي الناس في التلفزيونات هنا في النقاط اللي NBA بدا يرشحوه ان هو السنه الجايه ان شاء الله تبقى اخر سنه في الجامعه، ان عنده فرصه حقيقيه لو استمر في التطور ده ان هو يوصل للNBA ويكون عندنا لاعب مصري. فاتمنى ان شاء الله له التوفيق، ومثل مشرف جدا 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 من الاجتهاد. ان شاء الله. هيثم تحياتي ليك يا هيثم، انا بشكرك شكرا جزيلا. اتمنى ان تبقى دائما في تواصل معنا، انك شخصيه مجتهده ومميزه، فاتمنى ان دائما نبقى على تواصل دائم ان شاء الله. هيثم عرابي اشكرك شكرا جزيلا. عمر الاسم بالكامل بدأ باسكت في نادي الجزيرة على يد الكابتن عمر مدني، لاعب منتخب ناشئين 2008 في بطولة افريقيا. وسافر مع الفريق لكأس العالم للناشئين، اتشاف في كأس العالم للناشئين انضم لجامعة رايس، دي جامعة متوسطة. منها بعد تميزه انتقل لجامعة أخرى اسمها USC، دي جامعة أعلى تسبق NBA مباشرة. وآخر سنة ليه زي ما قال هيثم عرابي دلوقتي في NBA اللي هي السنة الجاية، وبعد كده في كلام ان هو ممكن ينتقل لدوري المحترفين الامريكي اللي هو الاغنى والاقوى والافضل على مستوى العالم كله، NBA اللي احنا بنقعد نستمتع بيه كلنا في للناس السهرانين في فترة الفجر، والناس اللي مش سهرانين بيتفرجوا على اللقطات في النشرات الرياضية المختلفة. هناك لفت انظار النقاد الرياضيين في عالم الباسكت في امريكا، ومرشح انه يبقى موجود في احد الفرق في دوري المحترفين الامريكي لكرة السلة. يا رب نتمنى التوفيق لعمر ان شاء الله، ويبقى صورة جيدة ان شاء الله. هروح مباشرة لامريكا مرة تانية لعمر طارق محمد سعيد عرابي. عمر، السلام عليكم يا عمر. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. ازيك يا عمر؟ انا عايز يعني اقول لك بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله، منعا للحسد يعني. وعايز اقول لك يعني للامام يا عمر شد حيلك، يعني محتاجين يعني نفسنا يعني نتمنى ان في مصر يبقى فيها لعيب بيلعب في NBA يعني. ان شاء الله ان شاء الله، ربنا يخليك. وانا بشكر حضرتك ان حضرتك مستضيفني على البرنامج بتاعك. اولا اشكرك يا عمر، ده احنا اللي بنشكرك. وعايز بس واحنا مسهرينك طبعا انت فرق التوقيت اكيد انت سهران جامد جدا دلوقتي. طيب عمر، يعني عايز اعرف بس منك الرحله دي اكيد كلها تعب، بس اسالك الاول ايه رقم 34؟ اشمعنى 34 يا عمر؟ والله انا كنت يعني كان في لعيبه كتير انا بتفرج عليها في NBA من زمان وانا صغير وبتابعها يعني، واللعيبه اللي انا كنت بحبها، فيعني حبيت ان انا البس 34 زيهم. اسمه زي مين يعني؟ زي مين كده؟ كان في واحد اسمه حكيم علاجوان. طبعا حكيم ده واحد اسمه شاكيل اونيل. شاكيل اونيل طبعا. لا احنا عندنا فكره برضه يا عمر، احنا مش ابيض للدرجات دي يا عمر، عندنا فكره والله برضه. هم دول اكثر اثنين يعني كنت بحبهم، هم بيلعبوا نفس المركز بتاعي، البوزيشن بتاعي، فهم دول حبيت نفس الرقم بتاعهم. عمر ما يعني ما شاء الله ماشي بشكل كويس. اخر سنه ليك ان شاء الله السنه الجايه زي ما قال لي هيثم عرابي في دوري الجامعات، وهناك ان شاء الله امال انك تبقى موجود في NBA السنه اللي بعدها. صحه الكلام ده كلام مظبوط ان شاء الله؟ ان شاء الله. طيب عمر، ما حصلش استدعاء ليك لمنتخب مصر الفتره الاخيره؟ لا والله، هو في اخر فتره دي يعني انا كان بيبقى عندي جامعه طول الوقت، ويعني كنت ببقى مشغول في الجامعه في التمارين وكده، كان بيبقى عندي ماتشات في نفس الوقت اللي في المنتخب، فكان يعني ما حصلش توفيق ان انا اقدر ان انا العب مع المنتخب. يعني كان دايما بيبقى عندي ماتشات هنا في الجامعه او بيبقى عندي جامعه، فما بقدرش ان انا اسيب الجامعه هنا واسافر العب مع المنتخب. بس يعني ان شاء الله لو في اي حاجه في الصيف ولا في اي حاجه في الوقت اللي انا ما عنديش فيه الجامعه، طبعا انا يعني شرفني ان انا العب مع المنتخب يعني. طب انا اسالك يا عمر، يعني هو بيتم استدعائك وانت بتعتذر ولا هو ما بيتمش استدعائك اصلا؟ لا يعني هي كانت في مره واحده اللي انا تم استدعائي من سنه ونص تقريبا، وهي الجامعه يعني اعتذرت، يعني الجامعه اعتذرت بالنيابه عني ان انا ما اقدرش ان انا يعني اروح العب معاهم، عشان وقتها وسط السيزون بتاع الجامعات هنا، فما كانوش قادرين يعني ان هم يسيبوني يخلوني اروح العب مع المنتخب. ده الكلام ده من سنه ونص؟
تقريبا ومن بعدها لا حس ولا خبر. لا بعدها ما في. طيب عمر، عايز اسالك سؤال، مين من اللعيبه في مصر هنا اصدقائك؟ يعني مين هنا اللي ليك صداقات معاهم، في تواصل معاهم دائم، الاخبار، تليفونات وكده؟ مين في اللعيبه المصريين اللي موجودين اللي بيلعبوا حاليا يعني؟ لا في كتير يعني. انا كنت بلعب مع منتخب الناشئين زمان، وانا بلعب كنت بلعب مع نادي الجزيره قبل ما اسافر، فانا كل اللعيبه اللي كانت كتيره اصحابي جدا يعني، الناشئين والكبار الدرجه الاولى. ولعيبه يعني من نوادي كتير، في لعيبه من اسكندريه، يعني لعيبه من كل النوادي، في ناس كتير يعني الحمد لله. انا يعني علاقتي كويسه معاهم وبتكلم معاهم على طول يعني. لكن اللعيبه الكبار اللي هم في منتخب مصر حاليا مفيش علاقات قوي يعني؟ لا اللي هم يعني الكبار مش قوي، لكن يعني في الناشئين اللي هم دلوقتي يعني السبب ان هم بقوا بيلعبوا في منتخب مصر، ويعني الجيل الجديد يعني اللي دلوقتي بيلعب في منتخب. عمر، انت حاليا عندك كام سنه؟ انا 21 سنه. 21 سنه. ايه اللي ناقصك يا عمر عشان يعني تقدر انك تبقى لافت النظر بالنسبه للمدربين في انديه الان بي اي؟ اكيد في حاجات ناقصاك، في حاجات عايز تزودها، عشان اللي احنا بنشوفه في الان بي اي ده، في الدوري الامريكي ده، شغل عالي قوي وشغل رهيب جدا. فايه اللي ناقصك يعني؟ مش عارف، انت قول لي ايه. امبارح انا كنت بتفرج على اول امبارح على مباراه برشلونه وفالنسيا في نهائي كاس اسبانيا. حاجه، في لعيب اسمر في برشلونه مش طبيعي، ده مش يعني حاجه، مش عارف مين ده، بس لعيب جامد قوي يعني، حاجه فظيعه جدا. ايه اللي ناقصك عشان توصل للناس دي يا عمر؟ هو طبعا يعني اهم حاجه ناقصاني عشان انا جسمي، يعني انا طويل وجسمي كبير، فهي السرعه يعني اهم حاجه عندي. يعني اكثر حاجه انا محتاج اشتغل عليها عشان اقدر العب يعني في الليفل ده، لان هو يعني اكثر حاجه تفرق ما بين الجامعات والان بي اي اللي هي سرعه اللاعب والقوه، يعني قوه الجسم كمان. يعني محتاج اشتغل ان انا اقوي جسمي اكتر. انا فرقت طبعا من ساعه ما جيت امريكا، من الاول فرقت جامد جدا، بس لسه برضه عشان اوصل يعني للمرحله اللي جايه دي محتاج ان انا اشتغل على جسمي اكتر، اقوي جسمي اكتر واقوي السرعه، يعني سرعه رجليا وسرعه الجري وكده. عمر، اتمنى لك كل التوفيق يا عمر، وان شاء الله لا يعني هتابعك، مش هقدر استنى لغايه السنه الجايه لغايه ما نشوف هتوصل الان بي اي ان شاء الله، لكن هتابعك باستمرار ان شاء الله، وتسمح لنا بده، ونبقى على تواصل دايما لغايه ان شاء الله ما تحقق حلمك وتبقى حاجه كبيره لمصر ان شاء الله، ان يبقى فيها لعيب بيلعب في الان بي اي ان شاء الله باذن الله. شكرا، متشكر جدا. اشكرك. واتمنى يعني ان انا اقدر اعمل حاجه لمصر ان شاء الله يا عمر. شكرا جزيلا يا عمر، ربنا يخليك وبالتوفيق يا رب دايما ان شاء الله. عمر طارق محمد سعيد عرابي، خليكم فاكرين هذا الاسم. نتمنى له يا رب التوفيق ان شاء الله، نتمنى له ان يبقى صوره كويسه لمصر، مميزه في امريكا وفي دوري المحترفين الامريكي.